هي الصغيرة التي تبلغ من العمر 16 عاما هنا أن تجرى العملية بمنتهى الحرص مع الحذر والاحتياط من أن تكون هذه الفتاة بحزامها الناسف هي مجرد فخ للتمويه وشغل رجال الشرطة بأمرها ليتمكن ربما آخرون من تنفيذ كمين أو هجوم مباغت من ناحية أخرى. وتسببت طلقات نارية دوت هنا وهناك في المزيد من التوتر. وأخيرا نجح خبير المفرقعات في الوصول إلى المكان الصحيح الذي يمكن من خلاله قطع أسلاك دائرة التفجير. وتنفس الحاضرون الصعداء فقد غاب الخطر مؤقتا. وبسرعة وبتلقائية خلع أحد الجنود سترته العسكرية ليستر ما انكشف من جسد الفتاة التي كانت تحمل له ولزملائه الموت المتفجر منذ لحظات قليلة. فالشهامة العراقية لا تغيب حتى في مواجهة الموت. وبعد انتهاء الأزمة بدأت التحقيقات لتحمل اعترافات الفتاة وقائع صعبة التصديق. والله العظيم راح كان يلزموهم وخطفوهم. بديش ايش قالوا ابراهيم مطلق هو وولده. هذا شنو الحزام شايلته؟ هذا الحزام انا رحت يم ناس وقالوا لي هذا حزام الضحك. انت ما قاعد تلبسون اياه قاعد تروح بالبيت؟ لا مو فجر روح تلبسون اياه بس قالوا روح ذبي يمه هذاك. من توصلين اكو بانديش تنزعينه وهناك تذبيه. وين هذول؟ تعرفون؟ قالوا لها منطقة الرازي. هي وين الناس؟ هسه بس عنوانها وين؟ احنا لو صيدت اثنين بيها مو؟ لا والله ما شفت بس. لا متعرفين وين صيدت؟ يقول لي وين عنوانكم؟ بصيدة؟ لا هسه وين قاعدين؟ وين القصاصين؟ هسه وين قاعدين بعقوبة؟ هسه احنا قاعدين بعقوبة بالأمير. اي بالأمير. أم السعاد؟ لا مو بسعاد. بسعاد خارجة هسه بالمحكمة. خذ بعد. سيدي. انت منين جيتي؟ أنا جيت من منطقة اسمها منطقة الرازي. منطقة الرازي. من اللي طاج الحزام؟ الحزام امرأة لبستني. من هي الامرأة؟ امرأة من منطقة الرازي. تعرفيها؟ انت طلعتي قوة عليها؟ طلعت قوة على بيتها. تعرفيها من هي؟ لا مو هالقد ما عرفت بيها. لا شلون اجتك وحدة وقعتك حزام وما تعرفيها من هي؟ لا والله ما اعرفها ناس غربة. شو الداش عليهم مش طبوا بك؟ شلون؟ شو هذا حكي ما معقول بنتي. والله العظيم عمو. زين من هن؟ ما تعرفين تجيب الشارع؟ لا والله ما اعرفها. زين وين قال لك ودي؟ قال هناك لما احنا ما هنيش بدي. سيد امها جايبتها وامها كانت ورا الامين تنتظرها. لا والله. لا والله. بلا بصير يفتون. هسه قدام كله طاقه براسك بس عاد امها ورا الامين.